السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا مع قناة أم أنس لكل ست بيت وأحلى وصفات. أول حاجة أحب أعتذر لكم عن الصوت لو كان واطي شوية أو متغير، لأن أنا عندي برد وتعبانة جدا جدا، فمعلش سامحوني. بس برضو حبيت إن أنا أعمل معاكم فيديو كده، يا رب يكون خفيف ولطيف وتحبوه. هنعمل مع بعض إن شاء الله كريم البشرة بالنشا والليمون ومية الورد. طبعا الليمون بيفيد بشرتنا كتير جدا جدا، بيطري البشرة، بيحميها. لو في ظهور لأي تجاعيد أو أي علامات التقدم بالعمر ده بيقضي عليها تماما. لو في أي بثور سوداء أو أي بقع داكنة على البشرة، الليمون بيخلصنا منها وبسرعة رهيبة جدا، غير ان هو فيه فيتامينات كتيرة بتفيد بشرتنا برضو وبتغذيها. فأنا النهاردة هعمل إن شاء الله معاكم الكريم ده. وبرضو على فكرة مية الورد جميلة جدا وغسول طبيعي وجميل قوي قوي للبشرة وللوش. فالثلاث مكونات مع بعض، والنشا برضو بتعمل عامل اساسي في الكريم بتاعنا النهاردة. فان شاء الله المكونات كلها هتبقى مفيدة، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. انا اول حاجة هعملها ان انا هاخد النشا اللي معايا. انا معايا معلقة من النشا، واحط معاهم معلقة صغيرة او معلقتين من الليمون، عصير الليمون، ومعاهم معلقة صغيرة من مية الورد. رب اغفر لي ولوالدي. انا كده حطيت مية الورد معلقة زي ما قلت لكم، والليمون حطيت معلقة ونص. ابتدي اقلب كويس جدا جدا. طبعا ده هتحطيه في التلاجة، بس ممكن تحطيه في علبة صغيرة، او لو هتحطيه زي ما هو في الحاجة اللي انت عملتي فيها هتغطيه بكيس بلاستيك كويس، او تحكمي الغلق بتاع العلبة او الطبق او ايا كان اللي هتستخدميه. انا كده قلبته كويس. طبعا هو هيتقل عن كده، مش هيبقى بالسمك ده، هيبقى اتقل. بسيبه طبعا شوية. وقبل ما بنستخدمه على بشرتنا لازم نكون غسلينها كويس جدا جدا، علشان ما يبقاش في اي حاجة على البشرة بتاعتنا، عشان تستفيد من الكريم اللي احنا عاملينه مع بعض. ده كده الكريم ده اهو شكله. واللي بشرتهم حساسة ومش بتستحمل الليمون، ممكن نعمل حاجة تانية جميلة جدا قبل ما نحط الكريم ده برضو على البشرة. تمرري قطنة على بشرتك بزيت زيتون، هتخلي البشرة ان شاء الله ما يحصلش معاها اي حاجة، وتبقى جميلة جدا ومفيدة جدا ليكي. كده انا خلصت الكريم بتاعنا اهو زي ما انتم شايفينه معايا. كده احنا هنستخدمه زي ما هو كده بالشكل ده على بشرتنا. انا بس حابه اقول لكم حاجه صغيره، انا لقيته خفيف جدا فزودت نص معلقه صغيره من المعالق دي نشا، وقلبت تاني كويس قوي اهو. ده كده شكله شكله النهائي معايا اهو. ممكن ندهنه نستعمله ككريم نستخدمه يوميا، يعني ممكن يقعد معانا لمدة اسبوع، مفيش اي مشكلة خالص. ويستحسن لو نشيله في التلاجة ونغطيه كويس جدا. لو انا مثلا عاملاه في بولة زي كده، او عاملاه في حاجة مش ملهاش غطا، ممكن نغطيه بالكيس اللي هو الاسترتش دوت. وممكن لو في اي علبة صغيرة تحطيها فيها وتغطيه كويس جدا، علشان ما يعملش قشرة من على الوش، او ما يعملش اي حاجة تانية ينشف معانا يعني. فلما هغلقها كويس وهحكم الاغلاق بتاعها هيقعد معايا لمدة اسبوع. وبكده الفيديو بتاعنا هيكون خلص، ويا رب تكونوا استفدتوا منه وعجبكم يا رب. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والتعليق والاشتراك وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.